مرحبا، شلونكم عيوني؟ شلونكم يا عمري وروحي متابعين الغالين؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وطبخة جديدة وقيمتها الغذائية جدا عالية وهواية طيبة. وهي شنو؟ هسه راح نشوف مكوناتها شنو. عندي اليوم حبايبي الجو كلش بارد ومغيمة، ويعني ما قدرت اطلع، فاني قبل يومين مسوية دولمة وزاد عندي سلق هواية، وقبل 3 سنوات اني منزلة هذا الفيديو لكن باضافات اليوم بسيطة، وكان طعمه يجنن وهواية عجبكم بوقتها وعجبهم بالبيت، فتذكرت قلت خل استغل عندي سلق هنا. وطبعا انا سمعت بعد قيمته الغذائية اقوى من السبيناغ يقولون، يعني عندي سلق غسلته وثرمته ناعم، وعندي حمص مسلوق او لبلبي وبصل اخضر، يعني اليوم كلياته خضار جدا مفيد، الشيء الاخضر للجسم. وهذا السلق وهاي الجذور مالته او العضود ما راح استخدمها، وشوية شبنت ومعجون وملح و7 بهارات. وهنا أنا قلت لكم اليوم شوية لحم مفروم، يعني سويت قبل يومين قيمة وزاد عندي اللحم. هنا أنا اجيت نقول بسم الله واللهم صلي على محمد وآل محمد. شنو سويت؟ خليت شوية زيت وحمست. طبعا البصل الأخضر حبايبي هواية طيب بالكباب، يعني العروق بالطبخ بكل شيء، خاصة شتاء ومتوفر. هنا أنا حمسته للبصل وضفت له شوية شبنت، وشبنت طبعا أني ثارمته وخلته بالفريز، يعني مجمدته فريش أو بالمجمدة عادي. المهم يعني هنا أنا راح أحمسه ويا البصل، وشنو نزلت عليه السلق اللي أنا ثارمته حبايبي. طبعا والله وانتم ما محلفيني، سويتها للطبخة وأكلوها بالبيت وعبالهم سبيناغ وقالوا عاشت إيدك شقد طيبة. فهنا ودائما انتم تعرفون السبيناغ ما متوفر، السلق متوفر اكثر. وهنا أنا خليته غطيته على نار عاليه يذب السوائل اللي بيه ويمتصها، ومثل ما قلت لكم حتى ارخص السلق. وان شاء الله تجربوا وتشوفون وتنطوني رايكم مثل ما عجبكم قبل. هنا شويه ملح وشويه بهارات، ومثل ما قلت لكم يا عين الريحه شقد طيبه مالت هذا شنو الشبنت اللي نستخدمه بالدولمة اللي شفتوه ضفته ويا السلق شقد طيبة ريحته من ينحمس. هنا أنا راح أخلي ملعقتين معجون كبار، وشنو بعد خليهم يتحمسون حتى يروح ريحة المعجون. حبايبي أنا راح أستخدم عصير الطماطة لأن أحبه بكل الطبخات. إذا ما متوفر عندكم تقدرون تضيفون فقط مي للمعجون وعادي نفس الطعم. هنا أنا بعد ما نتحمس المعجون ويا السلق، أو إذا تريدون تسموه سبيناغ لكن هو السلق، ولا تقولوا لهم بالبيت وراح تشوفون عبالهم سبيناغ. هنا أنا نزلت هاي الإضافة الجديدة، قلت لكم عندي قلت اليوم باردة وما أقدر أطلع، خل أسوي طبخة منها اللي عندي بالثلاجة. نزلت اللحم المتروم، وتقدرون حبايبي طبعا هذا مسلوق، وهنا اللبلبي تقدرون بدل اللحم المتروم تضيفون قطعة ماجي أو ظرف ماجي الدجاج أو اللحم، وتشوفون الطعم يجنن. حمستهم شوية مع بعض. هنا أنا مثل ما تشوفون خلياتهم كليتهم يعني ياخذون طعم بعض. راح شنو أسوي؟ أنزل عصير الطماطة على المكونات اللي شفتوها. وإذا مثل ما قلت لكم إذا ما عندكم عصير طماطة ما متوفر، ماي عادي حبايبي. شوية دخلوا بأكلكم الخضروات شقد ما تقدرون، مو كلياته الدجاج مجمد وهاي ما بي قيمة غذائية. خليته على نار عالية وتركته، وهنا شوفوا المناظر تتكلم، الطعم والريحة فالشي ما ينوصف يجنن ماشي. وهنا أنا سويت وياه شوية رز أو تمن أبيض على الشعرية، وكان هذا غدانا. وقلت لكم يعني شيء قيمته الغذائية جدا عالية، دائما دخلوا الخضار بأكلكم. وهواية عندنا بالبيت يعني ممنوعين من الدجاج أو من اللحم، دول اللي عندهم خطية أمراض، فتفيدهم هاي الطبخات، وإنها ما تفيدنا قيمتها الغذائية عالية وتقوي مناعتنا. وهنا شوية حبشكلات وياها، هاي العشق طرشانة من البارحة أنا مسويتها حميتها، وطرشي وسلطة خس. وهنا ضروري فيتامين سي يكون ويا الطعام. شوية نارنج وشوية ليمون والخضروات والبصل الأخضر والنارنج تقدرون تعصروا
على الأكلة مالتكم. وهاي الفاكهة مثل ما قلت لكم شوية لازم ننوع بالأكل مالتنا حتى يكون عندنا مناعة وجسمنا يتحمل الأمراض، مو كلياته أكل مجمد ولفات مشبعة بالدهون من برا. وأتمنى تكون طبختي لهذا اليوم عجبتكم، يا ربي تجربوها وتشوفون ايش قد هي طيبة. وهنا طفت الكهرباء وعاشوا عيشة سعيدة، وأحبكم هواي هواي، مع ألف سلامة وباي باي.